السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم، قناة شهد الكلام. القناة اللي بتهتم بالكلام الطيب ونشر ثقافة الأخلاق ورجوعنا لأيام زمان الحلوة وعاداتنا وتقاليدنا الجميلة. فضلا وليس أمرا، اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. الاشتراك والله مش بيكلفك حاجة ولا اللايك بيكلفك حاجة، بس بيرفع القناة وبيخلي اليوتيوب يرشحها للمشاهدين. النهاردة عايز أكلمكم عن حاجة مهمة أوي. طلعنا لقينا كلمة حكمة أوي، كلمة جميلة جدا وحكمة قوية جدا. بتقولك إيه؟ الحكمة دي بتقول إيه؟ بتقول جبر الخواطر على الله. جبر الخواطر على الله. يعني إيه جبر الخواطر على الله؟ يعني أنت لما تجبر بخاطر حد أجرك هيبقى على ربنا. جبر الخاطر ربنا اللي بيحاسب عليه. وبالعكس بقى، جبر الخاطر أنت بتاخد عليه أجرين، أجر في الدنيا وأجر في الآخرة. لما تجبر بخاطر طفل يتيم، تحط ايدك على راسه وتمس شعره وتشوفه زعلان من ايه، تطبطب عليه، تاخده في حضنك، ولو كان عايز حاجة تعملها له تديها له، وكل شوية تود وتسأل عليه. لما تزور مريض في المستشفى وتجبر بخاطره وتواسيه وتشجعه وتقول له إن شاء الله هتبقى بخير، وتساعده لو كان محتاج مساعدة. تجبر بخاطر واحدة أرملة بتربي أولاد يتامى مش قادرة تعمل لهم حاجة، والظروف زي ما انتم شايفين وغلاء الأسعار والدنيا بتاكل في الناس أكل. أما تكبر بخاطر أرملة زي ديت، تساعدها في المعيشة، تعملها مع الشهري. أم، ولا البنات الأرامل اللي حوالينا يا ربي، اللي بيربوا بنات عايزين يتجوزوا، البنت بتبقى مخطوبة بالسنة وبالاتنين والتلاتة وخطوباتها بتتفسخ عشان مش لاقي حد يجيب لها جهاز. فانت لما تمد ايدك لعيلة زي ديت وتساعدها في جواز، شوف هتاخد حسنات قد ايه في الدنيا، ودعوات الست دي اللي بتدعي لك والبنات اللي بتدعي لك ديت. غير كده ربنا سبحانه وتعالى شوف هيديك قد ايه. جبر الخواطر على الله. مد ايدك للناس واستنى اجر ربنا بس.